ما يعني كنتوا هلا انتم باجتماع، شو نتيجة الاجتماع كانت؟ الحقيقة هذا الاجتماع اجتماعا طارئا لمعظم الهيئات الإسلامية، لكن سيحصل اجتماع آخر إن شاء الله لعموم فعاليات طرابلس بعد قليل. وبكل الأحوال يعني القراءة واضحة والرسائل وصلت والمؤامرات مفضوحة. يعني أهم ما تودون قوله يعني بعد الاجتماع، يعني بعد اجتماع الهيئات الإسلامية، قبل الاجتماع وبعد الاجتماع نقول لهم لن نركع إلا لله بكل الأحوال. والأمن الذاتي الرسائل وصلت قبل أن ترسلوها لأننا قرأناها في أعينكم، قرأناها في مؤامراتكم المفضوحة عبر التاريخ منذ عشرات السنين، قرأناها في طهران وبغداد في السنين الأخيرة وفي دمشق وفي الضاحية. قرأنا هذه المؤامرات بكل وضوح، وليعلموا بأننا لن نركع إلا لله، لأن الذي يركع لله لا يركع لغيره. طب عفوا الداعية، أنت الآن تعاين مكان الحدث، كيف يمكن أن توضح لنا ماذا حصل؟ ما هي آخر المعلومات لديكم؟ والله ممكن تسأل النيابة العامة يعطيك التفاصيل، لكن أنا الذي أعلم بأن هذه التفجيرات تفجيرات إجرامية بامتياز. هذه التفجيرات طالت الأبرياء العباد المصلين في صلاة الجمعة على أبواب المساجد. جاء التكفيريون، ألا لعنة الله على المجرمين، جاء التكفيريون يدمرون أنفسهم على أبواب مساجدهم. فالرسائل واضحة، هيئوا لهذه الأجواء عبر بعض وسائل الإعلام والتصريحات والتشويشات والإشاعات والشائعات، طرابلس قندهار، طرابلس تكفيرية إلى آخره. فأهل السنة عموما طالما أنهم يدافعون عن حقوقهم فهم تكفيريون في نظر هؤلاء. سيبقون بإذن الله مع الحق وسيواجهون الباطل، وسيسقط النظام السوري بإذن الله عاجلا أم آجلا. والذي يدافع عنه والذي يدمر بلده ويدمر شعبه وطائفته من أجل عيون النظام السوري سيأتيه اليوم القريب الذي يندم فيه ولا يجد له مكانا. داعية، كنت أنت كمان بمسجد التقوى، ماذا شهدت؟ شاهدت الإجرام. أنا جاي أشوف الإجرام بأم عيني لأنني قرأته وهو قادم إلينا منذ أيام ومنذ سنين. طرابلس ليست أول مرة التي يرسلون فيها رسائل التفجير بالسيارات المفخخة من أجل أن تركع لهم. هذا النظام السوري قد عودنا على إجرامه ونعلم إجرامه، وليعلم بأننا لن نركع له. لدينا سؤال، يعني هل منذ اليوم بدأ الأمن الذاتي في مدينة طرابلس؟ سلمنا الأمن للدولة، فجاءنا اليوم الفوج الرابع هنا في هذه المنطقة بعد المصيبة، يريد كذلك أن يطلق الرصاص على بعض الشباب الغاضبين للأسف الشديد. نعم نحن سنترجم كلام معالي الوزير شربل وسنقوم بأمن ذاتي، ونحن على استعداد للتعاون مع الجهات الرسمية من أجل تحقيق أمن مشترك. هم لم يستطيعوا أن يؤمنوا أمننا كما في 7 من أيار في بيروت. أعلنا من قبل أن نفير للدفاع عن أنفسنا، نعلن الآن الأمن الذاتي في طرابلس لكن مع الجميع وبقرار مشترك بإذن الله عز وجل. سؤال أيضا، هل هناك من مخاوف عدم ضبط المجموعات والشباب المسلحين في المنطقة؟ والله نحن من جهتنا نعلم بأن شبابنا شباب ملتزم، يلتزم بالتوجيهات ويلتزم بالأخلاق وبالقيم كتيار سلفي وكعموم شباب طرابلس. سنعمل على منع الاختراقات الأمنية، التي تعودنا عليها في طرابلس ثم يتهمون بها الأصوليين كما يزعمون. إذن كنا مع شيخ داعية الإسلام من أمام مسجد السلام يمنى فواز، حفظ الله البلاد والعباد.